حمزه زياد كورته طويله اماميه ناحيه داخل منطقه العمليات وتدخل الدفاع. تبقى الصعوبه والهدف الاول، تبقى الخطوره والصعوبه والهدف الاول من فريق امل عين مليله عن طريق اللاعب المعمري بعد خطا في المراقبه في دفاع فريق شبيب سكيكدا. يتمكن فريق امل عين مليله من فتح مجال التهديف عن طريق اللاعب العمري بعد كره من اللاعب بليلي. سنشاهد الاعاده، كره طويله داخل منطقه العمليات من بليلي بالراس ناحيه رفيقه المدافع، ما ضربش الكره، لم يتمكن من بعد الكره. المتابعه كانت من العمري، بلال يتمكن من فتح مجال التهديف في الدقيقه العاشره. الهدف جاء مبكرا عبد العال، مبكر. هذا طبعا حبيت نتكلم اكثر شيء سبب الاعاده. نعم. شوف هنا والخطا في تمركز دفاع فريق، هو تمركز الدفاع. لماذا؟ لان اول شيء امل العين مليله يلعب باسلوب 3-4-1-2، يعني عنده ظاهره والصراعات والتغطيه من زحزوح قريب من حاميه. كره مرفوعه وسهله للدفاع، كره كما جاءت حل الهدف الثاني. في ظرف 17 دقيقة فريق شبيب سكيكدا يتلقى هدفين. الفعالية الهجومية من جانب فريق أمل عين مليلة وضغط كبير يكلل بهدف ثاني بعد تنفيذ ركنية أبعدها الدفاع. كرة مرتدة أعادها اللاعب المعمري، تكتل الدفاع، ولكن الكرة تصل في الأخير لجعبوط هو الذي وقع الهدف الثاني وتصبح النتيجة هدفين مقابل صفر. كرة مرتدة من الحارس عمل كل ما فيه يسعى الحارس خوجة، ولكن المتابعة كانت من جعبوط ويوقع الهدف الثاني. هاي الكرة من الحارس دي جعبوط، وجعبوط بقوة يوقع الهدف الثاني وتصبح النتيجة هدفين مقابل صفر لفريق أمل عين مليلة. هل هو سيناريو مقبول؟ هو سيناريو مقبول نظرا لكل المعطيات، لكل المعطيات تاع المباراه، والسيناريو مقبول. لكن انا نظن يعني في الوضعيه هذه تقول ديما غل العداوري تسات ميرا تسات ظهر بن شريفه تقول غل حاميه غل ديما غل دبيح استما تزما تزديف وكال دبيح هذه يفضل هذه والشاشوت هيلا يسوي فايت شارد الفارق. إذن الآن فريق أمل عين مليلة يطمئن على النتيجة ويحقق فوز كبير ورائع جدا. هذه التوزيعة كانت من اللاعب دبيع الذي هي الكثير من الكرات، هذه الآن مرة مليمترية، ولكن اللاعب كان لوحده في القائم الثاني. غياب كلي لدفاع فريق شبيب سكيكدا في القائم الثاني ولا أحد في المتابعة. كان مدافع لاعبين 2 امام 4 لاعبين داخل منطقه العمليات، شيء غريب جدا بالنسبه لدفاع فريق شبيب سكيكدا. هذا اللي تكلمنا بين شوطين وقلت لك ان راح يندافعوا كثير ويخلوا مساحات الخلف ممكن يستثمرها امل عين مليلة، كان ممكن يستثمرها من